1951 وقد نشرت في مجلة القصة. كانت أول مجموعة قصصية له هي أرخص ليالي سنة 1954. لقد أنجز العديد من الأعمال الروائية والمسرحية والفنية. مر بثلاث مراحل في كتاباته: المرحلة الواقعية، ثم المرحلة الملحمية، ثم المرحلة الرمزية. حتى لا أطيل عليكم، سيتحدث دكتور خالد مشاعي عن القصة القصيرة عند يوسف إدريس، ثم سأتحدث عن الرواية والمسرحية باستفاضة حتى يكون هناك وقت. فطبعا يوسف إدريس استطاع أن يشكل المجتمع المصري من جديد بطريقة رائعة. اتحبس أكثر من مرة في وقت جمال عبد الناصر عندما صدرت له مسرحية المخططين، ثم أيضا اعتقل في أيام السادات لأنه كان يرفض اتفاقية كامب ديفيد ويرفض كثير من الخطط التي كان يصنعها القادة. كان معارض، يعني كان معارض. ينتمي إلى الواقعية الاشتراكية، وهو في إحدى مسرحياته على لسان شخصية من الشخصيات يذكر أنه ينتمي للقائد، فيقول نحن مثلك اشتراكيين وننتمي إلى الاشتراكية، فلماذا الخلاف؟ ده واضح لأنه كان